السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض احلى واجمل طريقه للفراخ، بجد تحفه. انا مش عارفه اسميها فراخ مشويه ولا فراخ شوايه ولا ايه بالظبط، لان طعمها كان تحفه تحفه، واللون بتاعها زي ما انتم شايفين كده خطير وفي حته تانية. الفرخه جابوها لي كده ودبسوني فيها، قالوا لي انت هتعملي الفرخه دي فرخه عباره عن كيلو. قلت لهم صغيره قوي، مش هعرف اعملها، اتصرف فيها ازاي؟ قالوا لي ورينا بقى انت قد التحدي ولا ايه. بيشوفوني يعني هيحطوني في الامر الواقع، فقلت لهم لا، انا قد التحدي واقدر اعملها باي حاجه وهتطلع تحفه. وقالوا لي احنا عايزينها كمان شرط، احنا عايزينها بطريقه جديده قوي، مش عايزينها طريقه تقليديه. فقلت لهم عيوني وبس كده، وعملتها لهم احلى واجمل طريقه وشرفتني بجد وكسبت التحدي الحمد لله. يلا بينا ندخل على الفيديو. قبل ما ندخل على الفيديو كده يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معانا كده فرخة عبارة عن كيلو. الوصفة دي يا بنات عايزة فرخة صغيرة، ما تبقاش فرخة كبيرة. فرخة عبارة عن كيلو بس. ومعانا كمان زي ما انتم شايفين كده صغيرة. ومعانا كمان بطاطس صغننة برضو بالقشر بتاعها، غسلنا غسلة كويسة. ومعانا جزرة كبيرة أو جزرتين متوسطين وقرن فلفل حامي. ومعانا بصلاية صغننة وحتة يعني صغيرة من الفلفل الحار، متقطعين صغنن قوي. وهنا معانا الصلصة من الصلصة اللي احنا فرزناها مع بعض. ولو ما شفتيش الفيديو بتاع تفريز الصلصة او تدخلي في القناة وانت هتلاقي طريقة تفريز الطماطم او صلصة الطماطم بأسهل طريقة. معانا كده ايه، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود على الصلصة بتاعتنا، ومعلقة صغيرة من الشطة، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من بهارات الفراخ، مكعب ماجي، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من الخل. هنقلب طبعا الكلام ده كله مع بعضه. ومعلقة كبيرة من صويا صوص. لو مش متوفر عندك صويا صوص استخدمي معلقة كبيرة من العسل الاسود، هيديكي نفس النتيجة. بس بجد بيدي الوصفة او الفراخ، بصي بيوديها في حتة تانية وبيديها طعم خطيرة. هنحط كده بعد ما قلبنا كويس، هنحط البصلاية الصغننة اللي متقطعة صغنن قوي والفلفل، ونقلبهم كويس قوي في التتبيلة. وهنتبل بقى الفراخ بالتتبيلة اللي احنا عملناها مع بعض. هنشيل كده الجلد بعيد عن اللحم ونحط في قلبها من التتبيلة. زي ما انتوا تشوفوا كده معايا، انا كده بفرع اللحم، بشيل اللحم بعيد الجلد كده. زي ما انتوا شايفين كده تتبيلها كلها، مش هسيب ولا حتة كده ما فيهاش تتبيلة. وهحط كده احشيها بالتتبيلة بتاعتنا بين اللحمة والجلد زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هسيبها في التتبيلة القمر دي، هتاخد لو يوم يكون احسن، بس انا طبعا كنت مستعجلة فسبتها بس يدوب نص ساعة. ولو انتي مستعجلة سيبيها من نص ساعة لساعة بالشكل ده. هنيجي هنا طبعا هنسيبها على جنب، وهنيجي هنا البطاطس مسكتها وغسلتها كويس قوي عشان نشيل كده الطينة والحاجات اللي بتبقى في البطاطس. فاحنا غسلناها، احنا هنستخدمها بالقشر بتاعها عشان قالوا لي احنا عايزين طريقة جديدة. فانا بقى عملت لهم الجديد كله. هنمسكها كده نقطعها نصين، وكل نص هنقطعه قطعتين زي ما انتوا شايفين كده. هنعمل الكمية كلها بالطريقة دي. طبعا في الوقت ده واحنا بنجهز الحاجة بيبقى الفرن بتاعنا متولع كده وسخن علشان هنستخدمه طبعا، فلازم يكون سخن من قبلها بتاع ربع ساعة كده، يبقى سخن قوي. طبعا هنقطع البطاطس بالشكل ده، هنقطع الكمية كلها. هنقطعها على نصين، وكل نص هنقطعه على اتنين بالشكل ده، ونعمل الكمية كلها بالطريقة دي.
طبعا بعد ما تبلنا الفراخ هنسيب شوية للخضار، مش هناخد التتبيلة كلها للفراخ يعني، هنسيب شوية للخضار، وهننزل بقى بالبطاطس كده على التتبيلة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهننزل كمان بمعلقة من الملح علشان هتكون طبعا البطاطس بتبقى محتاجة ملح. وهننزل كمان بربع كوباية من الزيت. وهننزل بقى بالجزر والفلفل، كل الخضار يعني، وهنقلب كويس قوي ونركنها على جنب. وهنجي هنا بقى على عين البوتاجاز، هنسخن طاسة تكون سخنة قوي والنار عالية، وهننزل بمعلقتين من الزيت، وهندي بقى ايه صدمة للفراخ بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين كده، لازم تكون النار عالية والطاسة بتاعتنا سخنة قوي عشان ما تنزلش مية. لو نزلتي بالفراخ على طاسة تكون هادية او باردة مش سخنة، الفراخ بتاعتك هتنزل مية وهتنشف ومش هتبقى لطيفة. بالشكل ده. بجد الريحة كانت تحفة في المرحلة دي يا جماعة، خطيرة، جابت اخر الشارع. لازم تجربوها يعني، دي حاجة بسيطة قوي، فراخ صغننة واستوت وبقت جميلة جدا، وطريقة جديدة لازم نغير في الاكل بتاعنا. طبعا هنا بقى ايه، هنقلب كده الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، نقلبها على الجنب التاني عشان ايه تاخد لون كده من على الجنبين. احنا ليه بنعملها؟ احنا لسه احنا مش هنسويها على عين البوتاجاز، احنا ندخلها الفرن، ولكن احنا بنديها ايه، يعني تدخل في السوا، يعني اللي هي تاخد صدمة كده تساعد الفرن بتاعنا انه يسويها. فاهمين قصدي؟ مش هندخلها كده، انا بحب اديها صدمة كده. وبس. دي هنا بقى ايه، جبنا الصاج، طبعا الصاج بتاعنا سخن قوي عشان احنا مسخنينه وهو في الفرن كان فسخن. وهنمسحه مسحة من الزيت زي ما انتوا شايفين كده، وهننزل بالخضار بتاعنا في الصاج بتاع الفرن. هنوزع طبعا الخضار بتاعنا كويس قوي. بعد كده ما حطينا الخضار بتاعنا كده في الصاج، هندخله الفرن، وهنحطه كده من تحت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ومن فوق الخضار كده في شبكة في الدور التاني، الشبكة هنحط عليها الفراخ زي ما انتوا شايفين كده، بعد ما خدت الصدمة بتاعتها. طبعا الخضار كل شوية كده تبقى تفتحي، يعني مثلا بعد ما تعدي نص ساعة تفتحي الفرن وتزودي مية لو احتاج، والفراخ تغطيها لازم بحاجة. انا غطيتها هنا بصينية كده عشان تكمرها شوية، وبس كده تستوي معاكي على طول، هي تاخد معاكي ساعة واحدة بس. وهنحط الخضار بتاعنا بالشكل القمر ده، وبألف هنا وشفا للي يجربها. ومتنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناة لو ما اشتركتوش، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا بإذن الله. هنحط الخضار كده، وعملنا كمان رز ابيض جنب الاكلة القمر دي، وكسبت التحدي ومش هيقدروا يتحدوني في حاجة تاني ابدا، عشان انا قد اي حاجة بإذن الله. وعملت لهم احلى واجمل غدا بطريقة سهلة قوي، وشرفتهم يعني، بجد تحفة. وبس كده، والفيديو بتاعنا كده خلص. يا رب يكون عجبكم ويكون خفيف كده وتحبوه زي ما انا حبيته، ويا رب تكونوا استفدتوا منه حتى لو بمعلومة صغيرة. وما تنسونيش بقى ولا تبخلوا عليا باللايك والاشتراك في القناة لو ما اشتركتوش، وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وهنا اقول لكم سلام، واشوفكم الفيديو الجاي.